سلام الله عليكم. النجاح جميل جدا. كلنا بنتفرج على فيديوهات تطوير الذات، بنتفرج على فيديوهات ازاي ننجح. دايما كلنا بندور على حاجة تحفزنا عشان ننجح في حياتنا. بس النهاردة اللي انا عايز اقوله لك، مفيش حد في الدنيا دي مش عايز ينجح، مفيش حد في الدنيا دي مش عايز يطور من نفسه ويطور من ذاته. كلنا بندور على النجاح. بس النهاردة قبل ما اقول لك انت عايز تنجح في ايه، النهاردة انا جاي اسألك على سؤال واحد. والسؤال هو: انت بتصلي؟ هتقولي يا عم عبد الله ومال النجاح بالحاجات ديت ومال النجاح بالصلاة؟ النهاردة قبل ما اقول لك قبل اي حاجة، ايه معنى كلمة الصلاة؟ معنى كلمة الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، بين العبد وربه. دايما السجود في الصلاة هو اقرب ما يكون العبد الى ربه. يعني انت اقرب وضع لله عز وجل انت بتكون قريب منه هو وضع السجود، والسجود ده اللي هو في الصلاة. النهاردة في آية بتقول لك: وما التوفيق إلا بالله. انت النهاردة عايز تنجح، يبقى معاك فلوس كتير. هدفك هو ان انت تنجح، عايز توصل لفلوس كتير. هدفك ان انت تعمل مشروع يكسر الدنيا وكله يبقى مليان نجاح. عايز تنجح وتوصل يبقى معاك عربية. عايز تنجح تبقى صاحب شركة وصاحب براند وصاحب حاجات كتير. ليك أهداف كتير انت عايز تنجح فيها. ازاي هتنجح فيها وانت ما خدتش الخلطة الجميلة اللي هي التوفيق من الله عز وجل؟ ازاي عايز تنجح وانت بعيد عن ربنا عز وجل؟ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. انت النهاردة لما بتصلي تقرأ قرآن وبتقرب من ربنا عز وجل، ربنا بيرضى عنك، ولما بيرضى عنك بيسخر لك جنود الأرض. ربنا عز وجل لما بيحب حد بينادي على سيدنا جبريل عليه السلام: إني أحب فلان فأحبوه. فسيدنا جبريل عليه السلام بينادي على أهل السماء ويقول لهم: إن الله عز وجل بيحب فلان فأحبوه. فلان ده ممكن أنت، محمد، أحمد، علاء، عبد الله، ممكن تكوني أنت، أسماء، مروة، جيهان، أميرة، أيا كان الاسم. ربنا عز وجل هو اللي علمنا الحب، هو اللي عرفنا إيه معنى الحب. فالنهاردة عشان توصل إن أنت النهاردة بتحب حاجة، الحب ده من الله عز وجل، فلازم تسجد وتقترب لله عز وجل. النهاردة أنا طالب منك دايما تجاهد وتتعب إن أنت تصلي قبل ما توصل لهدفك عشان تنجح. ولو أنت عايز تنجح صلي، دايما يكون في اتصال ما بينك وبين ربنا. يا رب وفقني في المشروع ده، يا رب أنا عايز أنجح ويبقى معايا فلوس، يا رب أنا عايز أبقى عندي فورمة، يا رب أنا عايز أبقى عندي حاجات كتير. رب المستحيل والله. فاسجد واقترب، وقول له هنا أنا بقول لك فاسجد واقترب. اقترب لله عز وجل. انت بتقترب للملك الرحمن الرحيم الكريم اللطيف الودود بعباده. هو أقرب إليك من حبل الوريد. قرب له وكلمه وقول له على نفسك فيه. هو الوحيد السميع المجيب، الله عز وجل. والله بحبك في الله وبتمنى لك الخير، وكل هدفي النهاردة بقول لك صلي. الصلاة هي رقم 1 في حياتك، وقرآن الكريم، بر الوالدين طبعا من رضا ربنا عز وجل، صلة الرحم، تصدق، الصدقة حلوة جدا، اعمل حاجات كتير تقرب من ربنا عز وجل. انت لما بتقرب لربنا عز وجل انت بتقرب للمالك. مش مثلا احنا بنقول كده ايه، من جاور السعيد يسعد. تخيل بقى انت بتجاور ربنا عز وجل، بتبقى قريب من الملك، هينفذ لك اي حاجة نفسك فيها. ازاي تنجح؟ صلي. ازاي يبقى عندك حاجة تحفزك؟ صلي لله عز وجل. ازاي تطور من ذاتك؟ صلي وقرب من ربنا عز وجل. عايز تنجح في اي حاجة في حياتك؟ صلي لله عز وجل وقرب منه. انا عارف ان انت هتقوم دلوقتي تتوضى وتصلي ركعتين استغفار لو انت ما بتصليش، ولو انت بتصلي برضك هتقوم تصلي ركعتين لله، تشكره وتحمده ان انت من عباده اللي بيصلوا. فاسجد واقترب وانت قريب من ربنا عز وجل. فالنهارده عايز تنجح في اي حاجه في حياتك، فاسجد واقترب. بحبك في الله، ودايما كل هدفي ان احنا ننجح دنيا واخره. مش عايزين ننجح في الدنيا بس، عشان عايزين ان شاء الله يوم القيامه كده نقف قدام الله عز وجل ان شاء الله، نخش الجنه خالدين فيها. من الاخر ادفع للجنه ثمنها. الجنه ليها ثمن، طاعه الله عز وجل. وربنا يبعدنا يا رب عن النار. بتمنى لكم الخير وبتمنى لكم الاحسن دايما. وكل غرض قناتي زي ما بقول لك ان انت تسمع وتشتغل، تطبق في ارض الواقع، ومصلي
بس بتمنى منك لو انت لسه معايا لحد دلوقتي، بتمنى منك تعمل لايك وتشترك في قناتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو بتحب حد في حياتك وعايز له الافضل وعايز له الخير، شير له الفيديو ده، والدال على الخير كفاعله. انا اخوكم عبد الله بكر، سلام الله عليكم.